تخيل معايا كده يا صديقي اللي يخلي مجرم ياخد قليل ضحيته وياكل نصها ويبعت النص التاني للشرطة وهو بيقول انتوا اتفه من انكم تمسكوني. السفاح اللي خلى مدينة كاملة خايفة تنام من الرعب. لغز عبارة عن سلسلة جرائم بشعة حصلت في لندن، بشعة لدرجة ان الاماكن دي اتحولت لمزار سياحي الناس بتروح له من جميع انحاء العالم بس عشان تشوف وتسمع عن جاك السفاح. انا هوفر عليك زيارة لندن وهحكي لك عن كل حاجة بالتفصيل، بس المرة دي القصة صعبة شويتين، فلو قلبك ضعيف نصيحة ما تكملش الفيديو ده. جاهز الشيء؟ يلا بينا. قبل ما ابدا عايز اقول لكم وحشتوني جدا والله، وكنت محتاج ان انا انزل، بس زي ما انت شايف انا كنت محتاج ان انا اظبط المكان، فانتظروا حلقات كتير وقوية جدا الفترة الجاية. اعذرني ان انا هبقى ماسك المايك لان انا لسه ما جبتلوش ستاند، فمعلش هضايقك بالحلقة دي، بس ان شاء الله الحلقات الجاية هحطه على ستاند. جاهز؟ يلا بينا. حكايتنا بتبدأ في سنة 1888 في لندن، تحديدا في منطقة وايت شابل. وايت شابل كانت من الأحياء الفقيرة جدا، منطقة مليانة ناس وكمان مش نظيفة، وزي ما انت عارف ان الأماكن اللي زي دي كتير من الناس بيلجأوا لأي سكة بس عشان يعرفوا يصرفوا على نفسهم. وقتها ستات كتيرة جدا بيلجأوا للدعارة، يعني كمصدر دخل ليهم وعلشان يعرفوا يصرفوا على نفسهم. ومن هنا بتبدأ سلسلة من أبشع الجرائم اللي حصلت وقتها، لأن يوم 30/8 اللي كان وقتها يوم جمعة كان في واحدة اسمها ميري. ميري كانت من الناس اللي حياتها صعبة شويتين، اتجوزت في سن صغير فجوزها خانها فبعدين اتطلقوا، ومن ساعتها ميري قعدت تلف على كذا شغلانة بس علشان تعرف تصرف على نفسها، لكن ما عمرتش في ولا واحدة فيهم. هوب الهرمونات كانت بتضرب، وده برضو كان بسبب ادمانها للكحول. المهم الحال وصل انها تعيش في سكن مشترك في منطقة وايت شابل، وطبعا علشان تصرف على نفسها مفيش غير سكة واحدة، الدعارة. في اليوم ده تحديدا ميري ضيعت كل فلوسها على الكحول، وخرجت تلف في الشوارع تدور على اي زبون علشان يديلها فلوس وتعرف تأجر أوضة تنام فيها. وآخر وقت ميري اتشافت عايشة فيه كان الساعة 2:30 بالليل. بعدها بساعة واحدة بس لقوا جثة ميري في الشارع. بس مش ده الغريب، لان ده بيحصل كتير في البلد اللي زي كده. المرعب فعلا كان شكل جثتها، لقوها مرميه في الشارع وواخده كذا خبطه في جسمها والرحم بتاعها متشال. تخيل معايا ان ده بيحصل في 1888، وقتها ما كانش حد فعلا قادر يستوعب. لغز كان غريب وحير الشرطه، كانوا فاكرين ان هي اهي جريمه حصلت ومش هتحصل تاني، ما كانوش يعرفوا ان دي مجرد بداية لسلسلة جرائم بشعة حصلت وقتها. المهم ان يوم 8 سبتمبر واللي كان بعد اول حادثة بس باسبوع، كان في راجل بيتمشى في ممشى خلفي موجود في هامبر ستريت، يقوم وهو بيتمشى يلاقي جثة واحدة ست واقعة على الارض. طب دي مين ولا جثة مين؟ دي جثة اني تشيبمنت. اني دي هي كمان كانت بتشتغل في الدعارة، وهي كمان كانت عايشة في سكن مشترك في وايت شابل. بس دي بقى حياتها كانت اصعب من ميري شويتين، لان زيادة على فقرها الشديد اني كانت مصابة بامراض كتيرة وخطيرة جدا زي السل، وفي اخر ايام ليها صحابها شافوها وهي عمالة ترفع في ادوية ومسكنات. المهم يا شيء ان جثة اني لما جابوها لقوها متعرضة لجروح وعنف اكتر من ميري بكتير، لان اني اعضائها كلها كانت خارجة بره جسمها ومقطوع حتة من مثانتها. وقتها الشرطة خرجت باستنتاجين. اول استنتاج ان السفاح ده عنده خلفية طبية وده بسبب دقة التشريح، اما تاني استنتاج ان اللي قتل ميري هو اللي قتل اني، واللي يبقى جاك السفاح. طبعا يا شيء هتقولي عرفت ازاي ان اسمه جاك؟ هقولك ركز معايا في اللي جاي ده كده، لان يوم 29 سبتمبر اتبعت اول جواب من السفاح للشرطة، وكان مسمي نفسه جاك ذا ريبر. والجواب ده كان عبارة عن ان هو بيستهزأ بالشرطة. تعال اقولك كده الجواب ده كان مكتوب فيه ايه بالتفصيل وباللغة بتاعتنا. أعزائي الكرام، انتوا عاملين فيها قدام الناس ان انتوا بتحققوا وقربتوا توصلوا الحقيقة. والله العظيم هتموتوني من الضحك. عموما انا مش هبطل اقتل العاهرات طول ما انا عايش. وعلى العموم انا عايز اقول لكم على حاجة. انا كنت ناوي ان انا اكتب الجواب ده بدم الضحية الأخيرة، بس لما حطيته في علبة الحبر لقيته تقل، فبصراحة معرفتش اكتب بيه، فاضطريت ان انا اكتب بحبر احمر. بس اوعدكم المرة الجاية ان انا هبعت لكم حتة من ودان الضحية. مع تحياتي جاك السفاح. وقتها الجواب ده نزل على الشرطة زي القلم، والدنيا من وقتها اتقلبت في لندن، برغم ان في ناس كتير شككت وقالت ان ده مش حقيقي، واللي بعته حابب بس يعمل ضجة وشو مش اكتر. لكن خلاف كده برضو في ناس كتيرة قوي صدقت وقالت ان ده حقيقي. ومن هنا زاد الضغط جدا على الشرطة علشان يتقبض على الكائن ده لان يوم 29 سبتمبر اللي اتبعت فيه الجواب بعدها بيوم واحد بس الشرطة لقت ضحيتين لجاك، مش ضحية واحدة بس. دول كانوا حكايتهم مختلفة سيكا عن اللي قبلهم. تعال احكي لك بالتفصيل دول كان حاصل فيهم ايه. اول واحدة لقوها كانت اسمها اليزابيث، واليزابيث دي كالعادة كانت بتشتغل في الايه، الله ينور عليك يا شيء، في الدعارة.
وخرجت هي كمان برضه في نص الليل عشان تحاول تلم فلوس او تلاقي زبون يديلها اي فلوس تعرف تأجر اوضة تنام فيها. واخر حد شافها كان راجل اسمه إزرا بيقول ان هو شاف اليزابيث ماشية مع راجل شكله شيك جدا وغني جدا، بس هوب فجأة اتفاجئ ان الراجل ده نزل ضرب في اليزابيث لحد ما وقعها على الارض. في اللحظة دي إزرا خاف وطار. بعدها بساعة واحدة بس لقوا جثة اليزابيث وهي مقتولة في الشارع. بس على عكس باقي الضحايا اليزابيث كانت مختلفة شوية عنهم. تعال اقولك ايه اللي حصل. جثتها مش متشرحة ومش متشوهة زي باقي الضحايا، وكمان كان جسمها دافي، وده لو يدل على حاجة يدل ان في حاجة قطعت جاك وهو راح يعمل كده. وطبعا ده مرضاش غروره سفاح بقى. بعد اكتشاف جثة الحاجة اليزابيث ب 45 دقيقة بس لقوا الجثة الرابعة لجاك، تقريبا كان ماشي يفرتك في اللي قبله، واللي كان وقتها اسمها كاثرين دي على عكس باقي الضحايا برضو كانت حكايتها مختلفة شوية. كاثرين كان وشها متشوه، جسمها بالكامل كان متشوه، والكلية الشمال متشالة. وقتها لقوا الشال بتاعها واقع على الارض ومتلطخ بالدم. وقتها الشال ده ما كانش ليه لازمة، لان وقتها ما كانش في حاجة اسمها تحليل DNA، لكن هيبقى ليه لازمة قدام. عايزك تركز معايا لحد ما نوصل له. بعد موت كاثرين الشرطة قعدت اسبوعين كاملين قلب الدنيا على جاك، بس كل ده كان بدون اي نتيجة. لكن وهما بيدوروا عليه يتبعت للشرطة طرد ومعاه جواب. تعال اقولك الجواب ده كان مكتوب فيه ايه. اعزائي الكرام، بعتلكم نص كلية بس علشان بصراحة انا طبخت النص التاني وكلته، وبصراحة كان طعمه حلو قوي. الله يقرفك يا جدع. لو استنيتوا عليا شوية هبعتلكم سلاح الجريمة، وبقابلوني لو عرفتوا تجيبوني. مع تحياتي جاك ذا ريبر. بصراحة لحد دلوقتي الحاج جاك ثقته في نفسه مرعبة، ده لان محدش عارف يكشف هويته ولا حتى عارف يثبت هو مين. بس خلينا نكمل كده ونحاول انا وانت نربط الخيوط ببعض قدام. المهم يوم 9 نوفمبر سنة 1888 تم اكتشاف الضحية الخامسة والاخيرة لجاك. على حسب الكلام اللي اتقال ان دي الضحية الاخيرة. الضحية كان اسمها ميري، لكن على عكس باقي الضحايا لقوا ميري مقتولة في بيتها وعلى سريرها، وعشان كده كان باين ان جاك واخد راحته قوي يعني في التشريح. كانت متشوهة وكل اعضائها كانت مسروقة، واللي شاف الجثة وصف انها كانت مقطوعة من اول هنا لحد هنا، يعني تقريبا كان بياخد لفة فيها. ميري اخر مرة اتشافت كان الساعة 2:30 بالليل، واللي شافها قال ان هي كانت ماشية مع راجل شكله شيك جدا وغني جدا. وميري تعتبر رسميا اخر ضحية لجاك السفاح. بس التحقيقات بتقول انه على الاقل ممكن يكون قتل 11، والشرطة قعدت سنين تحقق لكن بدون اي نتيجة. كل اللي الشرطة وصلوا له ان غالبا جاك كان موظف، ده لانه كان بيقتل جمعة وسبت في الويكند. راجل مشغول برضه يا جدعان. عديها لي. اول حاجة ان الاكتشاف ده غالبا ده لو ما كانش اكيد انه ممكن يبقى غلط. تاني حاجة انه مش مفيد باي شكل. تخيل معايا كده ان الكلام ده بيحصل في 1888، غالبا لو كان بيحصل دلوقتي عقلنا ما كانش هيستوعب اللي بيحصل. بس اقرب 3 احتمالات كانوا قريبين شوية للحقيقة. اول احتمال ان جاك يبقى جورج تشيبمن. جورج كان بيشتغل حلاق في منطقة وايت شابل، لكن قبل ما يشتغل كده كان اصلا في الاصل بيدرس جراحة. ولو انت فاكر الشرطة كانت شاكة ان جاك عنده خلفية طبية، ده بسبب دقة التشريح والتقطيع، ده بخلاف ان جورج كان معروف بتعدد علاقاته النسائية. خلبوس الولا جورج ده. عديها لي تاني مرة. لكن الشرطة استبعدته ده لانه دخل السجن واتعدم سنة 1903. لكن تاني احتمال كان اقرب سيكا للحقيقة ان جاك يبقى ارون كوزمينسكي، ودي بصراحة احتمالية احسن سيكا شوية من جورج، ده لانه كان عايش هو كمان في منطقة وايت شابل، وهو كمان كان بيشتغل حلاق. ما اعرفش ايه حكايته مع الحلاقين بصراحة. والشرطة شكت فيه ده لانه كان عنيف جدا مع الستات ومختل عقليا وعنده شيزوفرينيا، بس استبعدته ده لان في سنة 1919 دخل مصحة ومن وقتها ما خرجش الا لما اتكل على الله. طبعا هتسألني وتقول لي اشمعنى قلت على دي نظرية اقوى. انا ما قلتش اقوى، انا قلت احسن سيكا من جورج، ده لان في سنة 2007 كان في كاتب معروف وقتها اشترى شال في مزاد. فاكر الشال ده بتاع مين؟ الله ينور عليك، ده الشال بتاع كاثرين الضحية الرابعة لجاك. وبما اننا في 2007 يعني يعتبر سنة متطورة شوية، فساعتها كان في حاجة اسمها تحليل DNA طلع. خدوا الشال ده وعملوا عليه تحليل DNA، وساعتها النتيجة طلعت ايجابية. لكن قبل ما يفرحوا ويقولوا انه خلاص النتيجة ايجابية، النتيجة طلعت ايجابية مع اي حد عايش في لندن، مش بس قرايب كاثرين وارون. وده معناه ان التحليل مش مظبوط ومحتاجين يشتغلوا عليه اكتر. اما اخر احتمال ان القاتل يبقى جوزيف بارنت. جوزيف ده هو كمان كان عايش مع ميري الضحية الخامسة والاخيرة لجاك،
في البيت. كان عايزها تبطل تشتغل في الدعارة، والناس كانوا بيقولوا ان هو بيرتكب الجرائم دي علشان يخوفها ويخليها تقعد في البيت. وبالفعل جت فترة وميري ما كانتش بتشتغل في الدعارة، لكن كانوا كل ما يتزنقوا في فلوس كانت بتنزل تاني. فاتخانقت خناقة كبيرة هي وجوزيف، فهوب بعتها للي خلقها. وبصراحة بالنسبة لي النظرية دي منطقية شوية، لأن لو طلع زشقيق كل الضحايا مقتولين في الشارع، دي الوحيدة اللي مقتولة في بيتها وعلى سريرها. فتفتكر انت بقى من وجهة نظرك مين هو أقرب حد ممكن يكون جاك السفاح؟ لحد هنا أنا خلصت الحلقة، يا رب تكون عجبتكم، وانتظروني في اللي جاي لأن اللي جاي أحسن بكتير. وهنرجع لقصة فعلا ما تهمكش، السلسلة اللي أنا بحبها جدا، وبصراحة أنا يعتبر عامل القناة دي عشانها. فان شاء الله استنى حلقة لما اشتغلت كاشير في اول سنة ليا في الجامعة. انا بحب القصة دي جدا بصراحة، وانتظر الحلقات اللي جاية علشان بجد هتعجبك. والسلام.